السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم صحباتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ان شاء الله يلقاكم لا فيديو في احسن الاحوال يا رب. حبيباتي فضلا وليس امرا اشتركوا في القناة ودعمونا بجيم وكومنتير شابين كيما نتوما. حبيباتي اليوم جيت نشارككم وصفة يا اخت تاع القرعة، وصفة سهلة وسريعة تحضريها في وقفة بشكارة الحليب تاع 2005 وبمقادير موجودة في كل بيت. نبداو على بركة الله. عندنا شكارة الحليب، عندنا بويا أخت اللي يجي جامد، ماشي هذاك السائل، ماشي ممزوج ولا، المهم يا أخت جامد. وعندنا باتاروم القولي حبيتو مشماش فراز بنان فاني، المهم القولي راكو حابين يجيبيه لي يا أخت جربوه. انا جربت هاد المره درت لكم باتاغام تاع مشماش. نقسموا هذيك شكارات الحليب اون دو، نص نحطوه في ريسيبيون لا بورت مونجي تكون عندها غطاء، والنص الثاني نحطوه في كاسرونه ونحطوه على جنب. نروحوا للغيسيبيون واش فيه نص شكارات الحليب، ونحطوا فيه هذاك الياغورت اللي قلت لكم يكون جامد ماشي ياغورت سائل، نحطوا فيه بو ياغورت. صدقوني حبيباتي بمكونات موجودة في كل بيت، يعني تحضري يا أخت هايل يغنيك على يا أخت القرعة، ويجي بنين عليه صراحة، وصنع منزلي تخدميه بيدك ياكلوه ولادك بالصحة والهنا، ولا غير فريمون يعني هايل. جربوه ومش حتندموا. قلنا حطينا بو ياغورت ونحطو سكر. السكر هنا سا ديبون، كل واحد لو غو تاعو، كاين اللي يحب حلاوه زايده، كاين اللي يحب حلاوه ناقصه. انا هنايا درت 4 مغارف سكر، جاني ذوق سوا يعني ما هي حلوه بزاف، ما هي صامته، نقولوا جا ذوق معتدل. حطينا 4 مغارف سكر، خلطيهم مليح باش يتحلل هذاك السكر والياغورت يتخلط في هذاك الخليط يتجانس. ونزيدو لهم مغرف صغيره، مغرف تاع قهوه باتاروم، قلت لكم لو قولي حبيتوه. انا هنايا الياغورت درت ياغورت مشماش، والباتاروم قو مشماش. تسمى نتوما حبيتو اي ذوق ديروه، هذاك شغل الذوق اللي تحبوه نتوما ديروه. هاي نوليو قلت لك مغرف باتاروم مشماش، ونخلطوهم مليح بلا فوي حتى يتجانس هذاك الخليط. صدقوني والله غير رائع. شوفوا لي هذاك اللون كيفاش خرج، يعني الاولاد راح يحبوه اكيد. شوفي كي اللون كي الذوق، يعني ما شاء الله. نتمنى برك تجربوه وما تراطيوش هاد الوصفه. المهم حبيباتي نخلطوا مليح الخليط ونروحوا ليطاب الدوزيام. هي هذيك الكسرونه نحطوها فوق النار، ما زدنا لها والو، بدون اضافات، نص تاع شكاره الحليب فرغناها في الكسرونه نحطوها فوق النار. شوفوا حبيباتي هنا فوق النار ما نخليوش الحليب يفيض، جوست يهز هذيك الغليه. كي يهز هذيك الغليه نطفيو عليه النار ونجيبوه نخلطوه مع الخليط الاول نزيدوا له الحليب سخون، ماشي غليان، حليب سخون. قلت لك جوست يهز هذيك الغليه تفرغيه في الخليط الاول وتحركي مليح بلا فوي بطبيعه الحال. شوفي صدقيني حبيبتي هنا بالك يبانوا لك لي زيتاب بزاف في لا فيديو، يبان لك فيديو شغل شويه طويل، مي في الواقع ولا غير دقيقه وانت حضرتيه. هاي نص شكاره راهي تسخن، نص شكاره راكي تخلطي فيها، وانت وجدتي اروع يا اخت صنع يديك. بون حبيبتي هنا بعد ما خلطنا مليح نجيبو غطاء على هذاك الغيسيبيون ونغطيوه ونحطوه فوقو سيرفيات ونخليوه يبات ليله كامله فوق الثلاجه. واذا حبيتي حبيبتي توجديه ليه باغ اكزومبل ديريه صباح، حابه تحتاجيه العشيه تاكليه ولا تشربي العشيه باردون، حطي سخني الفور تاعك مليح وطفي عليه وحطيه في الفور هذاك في الصهده هذيك يصهد مده 6 ساعات. هنا حبيبتي الياغورت تاعي راه واجد بعد ما كان ليلة كاملة فوق الثلاجة، يعني في بحرارة الغرفة. وزيد هاد اليامات راهو الجو راهو مليح، ما هو سخون بزاف ما هو بارد بزاف. شوفوا لي حبيباتي هذاك القوام، شوفوا لي والله ما شاء الله. صدقوني نتمنى يعني من اعماق قلبي انكم تجربوه. وصفة اقتصادية سهلة سريعة، وراح يحبوها اكيد الكبار والصغار. هنايا قلت لك شغل خلطته تعاودي تدخليه فيه بعدها بلا فوي
وتعاودي ترجعيه للثلاجة حبيبتي يبرد، ولازم يقدم باردا وتشربوه بالصحة والراحة. هذه هي الوصفة تاع اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. شوفوا حبيبتي، هنا راح لي المقطع تاع كيف فرغته في القرعة ما على باليش كيفاه رطيته. ليسونسيال ها هو هنايا، شوفوا كيفاه لا كولور هذيك، شوفوا ما شاء الله صدقوني، يعني نتمنى من اعماق قلبي تجربوه. كما يقولوها وصفة سهلة وسريعة اقتصادية. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى حبيباتي إن شاء الله.